طبق المياه والمدير الفني للفريق الاول النادي المصري امن بحضرتك في شركه وقائع المياه. الله يكرمك، ربنا يخليك يا عم. كابتن صبري انا عايز حضرتك بس توضح لنا مدى استعداد الفريق طبعا بعد الاداء الطيب اللي عملوه قصاد وادي دجله في الجوله الثالثه وقبل منها طبعا نادي الشرطه. اكيد طبعا في استعداد اخر لنادي الاسماعيلي يوم غدا ان شاء الله رب العالمين. والله يا عمرو الاستعداد مش مختلف يعني، لكن احنا خدنا يوم الراحه في يوم الجمعه والسبت عشان اللعيبه ما كانتش 15 يوم او 16 يوم كانوا شغالين على طول يعني دايركت، ما حدش استريح خالص. وبعدين من يوم الاحد لحد يوم الثلاث عملنا تدريبات كويسه جدا يعني عشان برضه رفع اللياقه البدنيه واللياقه الخططيه وكده. فكان اسبوع موفق يعني الحمد لله، انما هو مش استعداد خاص يعني. انا بتصدق تلاقي فرصه دلوقتي للتدريب ان انت تنمي حاجه معينه، فالكلام ده حصل يعني. والحمد لله التدريب في الاسبوع كله من يوم الاحد لحد النهارده كان كويس جدا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، والولاد كويسين. وزي ما انت شايف دلوقتي هنمشي دلوقتي ان شاء الله ونصلي الجمعه في الطريق ونتوكل على الله على الرسول ان شاء الله. كابتن صبري طبعا حضرتك تعلم ان هذه المباراه مباراه تربي قناه، فطبعا ليها حساسيه خاصه كده لجماهير القناه عموما سواء هنا في بورسعيد او في الاسماعيليه، فهل الجهاز الفني حاطط في اعتبار هذا الكلام؟ بص يا عم، احنا جهاز محترف يعني احنا جهاز فني محترف، وانا ماليش ان انا يعني مش عايز احط نفسي انا وزمايلي في يعني في الكلام اللي هو بيخص الصحافه اكتر ويخص الشغل الاعلامي اكتر، لان هو ماتش 3 بونت يعني انت ما انت ممكن تكسب الاسماعيلي وتخسر من 100 لا قدر الله، يبقى انت عملت ايه؟ عملت ايه في ماتش الاسماعيلي؟ فاحنا ده ماتش مهم زي اي ماتش منيا بتروجيت الحرس، اي ماتش يعني من اللي فات ده بالنسبه لنا هو احنا باصين ل 3 بونت ان شاء الله، لان ده الواقع اللي احنا عايزينه. لكن الديربي والكلام ده كله ده شو اعلامي، احنا بنطلع بره، لان انا لو دخلت في المنطقه دي هوتر نفسي وهوتر اللعيبه بتاعتي والكلام ده كله مش مطلوب يعني. وبالنسبه للاعلام يا كابتن صبري احنا قرينا في احدى الصحف ان حسام حسن لاعب وسط النادي المصري اعتذر لاداء امتحاناته وعرض على الجهاز الفني ان هو ممكن يجي على الماتش على طول. ما تعقيب هذا؟ لا ما حصلش. هو حسام برضه كان المفروض يقول لي من بدايه الاسبوع انا عندي امتحان يا كابتن، وعارف ان في ماتش يوم السبت، كان المفروض يقول لي ان في امتحان يوم السبت. يعني افهم الكلام ده كابتن ما استاذنش من الجهاز الفني؟ لا دي واحده بس. حسام مؤدب جدا ومحترم يعني. هو كان المفروض يقول لي، لان احنا على فكره احنا يعني بتخلص الماتش النهارده وانت راجع بنقعد نفكر في الماتش الجاي، يعني مين اللي كان وحش النهارده او مين المصاب او مين اللي كان كويس واحنا شايلينه للماتش اللي جاي وهكذا. فبنقعد نرتب الامور بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني من بدري، من اول نهايه الماتش الاول يعني. فهو كان المفروض يقول لي، انا فوجئت طبعا. هو قال لي امبارح ان هو عنده امتحان يوم السبت وكده، فقلت له خلاص ما فيش مشكله، لكن لا عرض عليا ولا اي شيء، ولو عرض عليا مش هبل ولا يعني. برضه الجماهير لازم تفهم وحسام نفسه لازم يفهم، لان انا برضه سمعت ان هو قال ان انا ممكن يجي ازاي يعني احنا يوم السبت واحنا في السويس كنا عندنا تمرين قبل مباراه الشرطه، وهو كان عنده امتحان يوم السبت زي بكره بالظبط يعني. فقلت له خلاص امتحانه تعالى واحنا بنتمرن احنا اخرنا التمرين لحد الساعه 3 وهو دخل على 3:30 يعني دخل التمرين على 3:30. فهو يعني ازاي هيلحق الماتش الساعه 2 وازاي هو يعني يدخل الامتحان وبعدين يسافر وبعدين عندي لعيبه الحمد لله كلهم سواسيه يعني. انا عندي يعني ده خارج بره وميدو ما شاء الله كويس جدا. احمد فوزي خارج من التشكيل الحمد لله كويس يعني. وفي موجود محمد اسامه وفي رامي جمال كويس جدا جدا يعني، يمكن اجهز واحد في اللي انا ذكرتهم ليك خارج ال 18. فيعني الحمد لله البركه في الموجود يعني. لكن هو طبعا ان هو يعرض كده كتر خير يعني. لكن انا طبعا مش عمري ما كنت هود يعني، لان طبعا صعب جدا جدا اللعيب يروح يبات في بيته مش في المعسكر وبعدين يدخل امتحان يتعذب عصبيا وبعدين يسوق
وجاي يعني متوتر من السواقه وبعدين هلعب ماتش. طبعا الكلام ده حتى لو ما عنديش حد كبير هلاعب ولد صغير حفاظا على الفريق وحفاظا عليه هو يعني. كابتن صبري، اخيرا جماهير النادي المصري بتطالب الكابتن صبري المنياوي بالثلاث نقاط بتوع ماتش الاسماعيلي، تحب تقول لهم ايه؟ اقول لبعض جماهير النادي المصري مش كلهم، جماهير بورسعيد بسم الله ما شاء الله ناس يعني مستوى متفتح جدا ومتقبلين الامور وبيساعدونا كلمه كويسه، كابتن اداء كويس من احسن لاحسن وانتوا كتر خيركم وانتوا كذا. الجانب الاخر يعني بيضغطوا علينا من اول ضغط على اللعيبه وعلى الجهاز بشكل يعني مبالغ فيه. مفيش حد من الجمهور يقول للجهاز الفني ولا لعيبه انتوا لازم تكسبوا الماتش. اشمعنى الماتش ده؟ هي امنيه بس. امنيه يعني المفروض ان هم يدعوا لنا كلمتين كويسين. كابتن يعني كل كلامنا اللي بنتكلمه مع اللعيبه ما فيهوش ضغط. انا بتكلم مع اللعيبه احنا فرقه كويسه جدا، احنا نادي كبير، احنا متمرنين كويس وجاهزين كويس، والفوز من حقنا زي ما هو من حق النادي الاسماعيلي. انت فاهمني؟ بكلام يعني بيحمس لكن ما فيهوش ضغط. فانا ما ينفعش ان يعني بعض الجماهير تقول لك لازم تكسب. هو في الكوره كده؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني عملنا كل حاجه وربنا مش كاتب لنا المكسب. يعني تعمل ايه؟ انت مش هتقدر تاخد حاجه ربنا مش عايز يديها لك، ولا مش هتقدر تدي حاجه ربنا عايز يديها لك. يعني لازم يبقى فيه يعني الفتره دي الحمد لله اللعيبه بتتخلص من الاثار النفسيه السيئه والخوف والرهبه والكلام ده كله، بيتخلصوا شيئا فشيئا. فالمفروض ان هم يقفوا مع اللعيبه اللي جاي احسن. والله اللي جاي احسن سواء انا موجود ولا غير موجود، اللي جاي احسن ان شاء الله. فبلاش ضغط على اللعيبه وان شاء الله الامر زي تعالى. انا طول عمري ولا بتكلم، اللعيبه دي رجاله والحمد لله احنا علاقتنا الجهاز الفني والاداري والطبي باللعيبه على احسن ما يكون، ودي مهمه جدا ودي النوايا يعني خالصه. فان شاء الله ربنا هيكرم ان شاء الله وربنا يوفق وهنوصل اللي احنا عايزينه. كابتن صبري، اتمنى كل التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ. شكرا.